مساء الخير عليكم، ان شاء الله كم تكونوا بخير مهنيين في حياتكم. جيتكم بوصفه سريعه بلا فرن، تتحضر في وقفه. يعني الدراري كامل ولادنا كامل يحبوا حاجه تاع الشوكولا وهكا. يعني جبت لكم مقادير بسيطه، يعني حبيت نبسط لكم الوصفه هذه قد ما نقدر. يعني هي فيها كريم فخاش، في الوصفه الاصليه فيها كريم فخاش وفيها بزاف زبده وفيها، لكن انا جبتها باللمسه تاعي الخاصه، تجي بنينه وخفيفه وما تقهمش. يعني تجي مقادير موجوده في كل بيت، ان شاء الله تنال اعجابكم. متابعه طيبه. يعني كما راكم تشوفوا تجي حاجه بارده مع فنجان تاع قهوه. واش نقول لكم، يعني وصفه مليحه للصغار والكبار، يعني كامل يحبوها. يعني سورتو ما تديش الوقت بزاف في التحضير تاعها. كما تشوفوا هنا انا درت البسكويت ودرت مكسرات، خيرت الجوز. نتوما اي مكسرات حبيتوا ديروهم تحبوا تستغنوا عليهم تستغنوا عليهم. كما كنت تشوفوا هنا بعد ما بردت كلاصيتها بكلاصاج ميغوار اللي كنت ثاني كما قلت لكم، بلا كريم فريش لا زبده. يعني وصفه سريعه. هنا المكونات نبداو على بركه الله. هنا نخلط شوكولا ولي، درت 150 غرام، ومن بعد نزيد لها 50 غرام تاع شوكولا نوار. علاش؟ باش تكاسي لنا ديك الحلاوه. درنا 50 غرام تاع زبده، زبده عاديه يعني، باش نذوبوها في حمام مائي. ودرت كاس، وبعدها زدت كاس غير ربع، يعني درت زوج كيسان غير ربع تاع حليب. هنا كما قلت لكم زدت 50 غرام تاع شوكولا نوار. نحب ندير شوكولا نوار باش تكاسي لي الحلاوه كما قلت لكم. هنا تقدروا ديروا وحده دانات شوكولا، ولا عندكم غرف شوكولا تختيني معليش تانيك. هذا الكاس اللي درناه تاع الحليب، يعني خلوه منه شويه، يعني في الاخر راح نوري لكم شحال حتخلوه من الكاس الثاني. هنا نديروا على حمام مائي ولا بان ماغي. فوالا هنا خلطت زوج انواع تاع لي غاتو ساكن، وعندي خلط درت زوج نواع، نتوما ديروا النوع اللي حبيتوه. انا هذا ناقص حلاوه عجبني، يعني بتي باغ هذا ماهوش حلو بزاف. كما كنتم تشوفوا نفتو برك شويه شويه، باسكو بعدا حيزيد يذوب باش يبقاو باينين. يعني من بعد تشوفوا الطريقه كيفاش. الكميه تاعو 400 غرام. دي فوا كي ما يكونش البسكوي يشرب بزاف، كي تخلطوهم يبقى شويه ليكيد، زيدوا شويه معليش، باسكو هو حيزيد ينشف فوق النار. فوالا نفتوه على خشين هكا. نفتت خشين خشين هكذا، ما شي حاجه يعني هكا غير باليديه برك، بلا غوب ولا والو. يعني كما قلت لكم تحضر في وقفه، ما تديش كاع من الوقت، برك الوقت تاعها كي تبرد. هذا ما كان. هنا الخليط تاعنا اللي كنا درنا في حمام مائي راهو ذاب كلش مع بعضها، ونسجم المكونات مع بعضها. مست لها مغرف كاكاو، تكون نوعيه جيده. كما أنا نستعمل في بلاصه الكاكاو نستعمل الخروب، يعني ما كاش خير منه، حاجه صحيه وبنينه. يعني دي فوا نروح نشري الكاكاو ونصيب البنه تاعو شويه ماشي مليحه، وهذيك الكاليتي اللي مليحه ما مفقوده ما كاش. الوغ نستعمل مغرف تاع كاكاو. نخلط المكونات مع بعضها. هنايا عندنا حبه تاع بيض، يعني قلت لكم يعني الوصفه الاصليه فيها قريب 200 غرام تاع زبده. الوغ انا ندير غير 50 غرام تاع زبده ونعقدها بحبه تاع بيض. يعني هذه اللمسه تاعي اللي درتها اضافيه هكا، صرتها يعني حاجه مغذيه. وثانيك نقصوا لي دم. درت حبه بيض مع شويه لافاني، خلطتهم مليح. دوكا كما تشوفوا راني نرفد بالغراف هكا، ونرفد بشويه، ونحاول نطلع حراره البيض. يعني ما نديرهاش مباشره في الخليط باش البيض هذاك ما يطيبش. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نبقى شاك فوا نزيد لها بشويه حتى درجه حراره البيض ترتفع شويه، يعني باش ما يطيبش هذاك البيض. ان شاء الله يكون مفهوم. يعني اذا استعملت شوكولا نوار امباسادور احسن واحسن، يعني تجي بنينه، ما تجيش حلوه بزاف. فوالا دوكا بعد ما بردت، بعد ما سخنت، دخلت الحراره لهذيك البيض. الوغ عاودت رجعتها في الخليط اللي كان عندنا في الاول، نخلطو مليح هكذا. يعني هكذا البيض نتفاداو باش البيض يطيب لنا. يعني هكذا حتتجانس كل المكونات. كما تشوفون هنا زدت الجوز. انا خيرت الجوز، نتوما تقدروا تستغنوا على الجوز ولا تقدروا تستبدلوه باي مكسرات حبيتوها، يكونوا محمصين ولا الجوز بلا ما نحمصوه بطبيعه الحال. يعني درت غير قيس حفنه هكا تاع جوز، ماشي مهم الكميه. البسكويت درت 400 غرام كما قلت لكم. نخلط كل، يعني دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. هذه بعد ما درت لها البيض، درت يعني باش نكه هذيك الشوكولا وتجيني بنينه. اللي يحبوا لبنه القهوه درت لها مغرف صغيره تاع نسكافيه، يعني حتعطينا ذوق بزاف هايل. هنا زدت خلطت المكونات هذوك تاع البسكوي يعني فتتو هكذاك على الخشين.
مكسر برك ماشي مرحي. قعدت نخلط في المكونات حتى يتغلف كامل البسكوي هذاك بالخليط تاع الشوكولا. دوكا واش ندير هنا مازال ما كملناش. هنا اذا ستوه بزاف ليكيد خاش دي فوا لي بسكوي ما يشربوش ولا تحبوا تزيدوا له شويه، لكن هو حينشف فوق حمام مائي يعني بان ماغي. حنرجعوه للبان ماغي نقعدوا غير نقلبوا فيه باش يزيد يطيب هذاك البيض وتندمج المكونات تنشف شويه. فوالا هنا شوفوا يعني نوريكم طريقه. كان بزاف المبتدئات ولا ما يعرفوش كيفاش نديروا القالب البابي كويسون في القالب. يعني هذه الطريقه هكا، ولا تقدروا طريقه ثانيه اللي تجمخوا البابي وتحطوه ديريكتومون داخل المول. يعني عطيت لكم زوج طرق هكا وانتم خيروا الحاجه اللي ساعدتكم. بعد ما نغلف المول تاعي نجيب الخليط تاعنا اللي كنا وجدناه وحضرناه. فوالا شوفوا كيفاش نشف. راكم تشوفوا يعني هو كان شويه فيه الصوص الشوكولا، لكن فوق الحمام المائي راهو تماسك شويه. الوغ نخلطوا كل المقادير هادو نخلطهم في المول، وانتم شوفوا المول خيروا واش حبيتوا تعطوها لا فورم. تقدروا ديروه شغل حربوش، تقدروا ديروه انتم واش حبيتوا لي مول ديروا. انا حبيت كيك فوالا تجي شابه، تجي هكا كبيره وهكا تجي عاليه. انتم المقاس اللي حبيتوا ديروه ولا تقدروا ديروا السنيوه تاع 20 سور 20 كاري جاي كيما حبيتوا. هذه هي النتيجه. تكونوا خبطوا شويه المول هذاك عطيتوا له مستوى واحد. كي نحصلوا على النتيجه هذه نغطوه نغلفوه مليح مليح ونديروه في الثلاجه. لما يبرد تهبط الحراره تاعو شويه في المطبخ، غير يبرد شويه ندخلوه للثلاجه يعني تقريبا واحد 4 سوايع ولا 6 قد ما يجمد ويشد روحو. حيجينا التزيين تاعو ساهل. يعني التزيين تاعو تقدروا ديروا له غير بالكاكاو من الفوق ولا بالكلاصاج اللي حنديروا معاكم ان شاء الله. هنا نغلفو مليح مليح هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد بابي سيلوفان انا نغلفو فيه ولا كيس غذائي كما حبيتو. ديروه كي تهبط التمبيراتور تاعو شويه ديروه في الفريجيدير، لازم يبرد مليح فوالا باش يجي لنا تزيين سهل. بعد ما برد نعاودو نحوه ونحضروا الكريم التغليف. يعني تقدروا تقولوا كلاصاج ميغواغ ولا. هنا درنا شوكولا، درت 200 غرام تاع شوكولا مع الكاس تاع الحليب بلا ما نكمل الكاس. كما قلت لكم كاس غير ربع تاع حليب. يعني كان يديروا يعني تحبوا نعطيكم المقادير تاع الغاناج اللي ديروها بكريم فريش. تقدروا ديروا كميه شوكولا نصفها كريم فريش. باغ اكزومبل ديروا 200 غرام تاع شوكولا مع 100 غرام تاع كريم فريش مع مغرف زبده وذوبوا كلش بان ماغي. لكن انا درتها بالحليب. الوغ درت تقريبا هكذاك 200 غرام تاع شوكولا. انا نحب شوكولا نواغ باش تنحينا ديك الحلاوه بزاف. مع فوالا درت 200 غرام تاع شوكولا مع كاس تاع حليب وما كملتش هذاك الكاس تاع الحليب، خليت منه ربع. ودرت مغرف تاع زبده ودرت كلش فوق حمام مائي بماغي. حتى هذا بالحاجه اللي نوصيكم عليها ما ديروش هو سخون ودغلاسيو به. خلوه طمبيراتور تاعو تهبط حتى 35 دوغري ولا خلوه حتى تسيبوه شغل ثقيل شويه. يعني ماشي ثقيل بزاف وماشي ماهي بزاف سخون، باسكو اذا كان سخون حتى هبط لكم ويجي ترانسبارون. فوالا دوك نوجد نوريكم طريقه تغلاسيو بها. بعد ما نجمد الكيك كيما وريته لكم شفتوا كيفاش جمد وشد روحو. يعني حد نحوه بكل سهوله من المول. انا درت بابي سيلوفان ولا ورق غذائي هكا يعني باش فرشته فوق بلون دو طرافاي. يعني كان اللي يحب يدير الكلاصاج كان يحب يديرو انغوبي يديرو بالمكسرات يكون محمصين ويزيدوهم للشوكولا باش يكون انغوبي. سينو خلوها سامبل هكذا. يعني شوف كيفاش تماسكت شويه. بهذه الطريقه نبدا نغلف فيه وهو الكيك بارد والشوكولا تاعنا دافيه ماهيش سخونه بزاف وماشي بارده. فوالا باش هكا يتغلف لنا كامل. كما قلت لكم التزيين تاعو تقدروا ديروا غير ثاني كاكاو اللي ما يحبش الشوكولا بزاف، ولا تقدروا تكتفيوا غير بالكاكاو من فوق.
فوالا عطيت لكم كامل المراحل، ان شاء الله كلش يكون واضح ومفهوم. ان شاء الله تخلونا تعليقاتكم اذا كان هذا الفيديوهات عجبتكم كيما هكذا. هذا الحليب الكاس اللي بقى منه حبيت نوري لكم، برك بقى 4 كاس وشوكولا تاع التغليف الوشق عاد منه غير شويه. فوالا هذه هي النتيجه، وبصحة عليكم الوصفه، ان شاء الله طبقوها وتنجحوا فيها، ودعونا دعوي الخير هذا ما كان. واذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات خلونا تعليق باش نزيد لكم وصفات اكثر واكثر، يعني وصفات سهله وسريعه واقتصاديه وصحيه وفي نفس الوقت. مع السلامه.